ازيكم؟ الوصفة دي من أحلى الوصفات اللي ممكن تجربوها، وتعتبر إلى حد ما اقتصادية لو استبدلنا شوية حاجات. لو عندك شوية خضار على صدر من الفراخ هتعملي الوصفة دي. كمان تابعي الفيديو للآخر عشان أقولك ايه هي الحاجات اللي تخلي الرز البسمتي مفلفل معاكي ومش مكسر. عندي هنا صدر فرخة متقطع شرايح زي البانيه، تبلته بملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا. الوصفة دي مش بتحتاجي ان انتي تتبلي الفراخ قبلها بليلة او حتى بساعتين، احنا بنشتغل على طول في الوصفة بمجرد ما نتبل الفرخة. هنقلب بقى كل التوابل دي مع الفراخ، هنقلبها كويس جدا ونغلف بيها الفراخ من الوش والظهر. وبعد كده هنركنها على جنب لحد ما نسخن الزيت في الطاسة. واول ما الزيت يسخن هننزل بشرايح الفراخ واحدة واحدة على نار عالية، ونحاول ما ننزلش بكمية الفراخ كلها مرة واحدة عشان درجة حرارة الطاسة ما تقلش معانا والفراخ ما تتحمرش معانا. مهم قوي قوي ان الفراخ هنا تتحمر وتديني اللون الحلو، عشان لو ما ادتنيش اللون الحلو مش هتبقى شكلها حلو ابدا في الوصفة. كمان لون الفراخ بيتظبط لي لون الصوص بعد كده، لاني باخد العصاره بتاعتها وبنزلها في الصوص. انا كده خلصت كل كميه الفراخ، هركنها على جنب عشان تنزل العصاره بتاعتها. وفي نفس الطاسه هنزل فصين من الثوم، وبعد كده هنزل عليه بصل متقطع جوليان، بصلايه بيضه، وهقلب البصل كويس جدا. بعد كده عندي سويت كورن او الذره الحلوه، وبعد كده عندي كمان مشروم، ده مشروم معلب. وكمان حطيت فلفل، اي نوع فلفل عندك، اخضر او احمر او اصفر او التلاتة مع بعض. وطبعا نقدر نستبدل المشروم والسويت كورن باي خضار تاني، ممكن نحط فيها بروكلي، ممكن نحط فيها بصل وفلفل الوان بس وتبقى حلوه جدا. انا هنا حطيت تاني ملح وفلفل، وحطيت زي نص كوبايه ميه عشان اسوي البصل. مهم قوي قوي ان انا اسوي البصل قبل ما اضيف الكريمه والفراخ، عشان البصل لو ما استواش كويس كده كده اوريدي الفراخ عندي مستويه، والكريمه مش بتحتاج تاخد غلوه كتير على النار. فلازم اتاكد من سوى البصل تماما عشان ما يبقاش طعمه وحش في الوصفه. بعد ما البصل استوى دلوقتي هننزل عليه بالكريمه. دي الكريمه الاقتصاديه اللي انا بعملها، عباره عن وش اللبن. بعد ما بنغلي اللبن ونحطه في التلاجة ليلة كاملة بيطلع وش كده، فبناخد منه معلقتين أو 3 ونخففهم بشوية لبن وبنقلبهم مع بعض كويس، بيعمل معايا الكريمة. أول ما بننزل الكريمة دي على النار بتدوب جدا وبيبقى طعمها زي الكريمة الجاهزة بالظبط. مهم قوي ان احنا ما نخليش الكريمة تغلي كتير على النار عشان ما تفصلش. بعد ما ادوب الكريمة واقلبها مع البصل هنزل الفراخ. هتكون بعد ما ارتاحت نزلت عصارة كده، العصارة دي مهمة جدا، هي دي اللي بتدي الطعم للصوص وكمان بتدي له لون حلو. هدخل كده شرايح الفراخ جوه الصوص عشان تغلي غلوتين معاها ويمتزجوا ببعض. وفي الوقت ده بعد ما بخلص لو احتاجت شوية لبن او شوية مية بزود، وبظبط الملح والفلفل. هغطيها بقى واخلي الصوص ياخد غلوتين مع الفراخ عشان يمتزجوا ببعض. بعد كده هاخد الفراخ وانقلها في اي صينية او طاجن يدخل الفرن. هحط الفراخ دي، هحط عليها جبنة، وبعدين هحطها تحت الشواية. طبعا الخطوة دي اختيارية، ممكن نستغنى عنها خالص وناكل الفراخ بالصوص كده زيها زي البيكاتا بالظبط. ده بيبقى شكلها، الصوص مش بيبقى تقيل، بيبقى صوص كده فيه شوية كريمة، مش بيبقى اغلبه كريمة زي البيكاتا، ولا بيبقى صوص من غير كريمة. دلوقتي بقى انا هحط الجبنة، وزي ما قلت لكم الجبنة اختيارية. وبعد كده ادخلها تحت الشواية بس تاخد لون، تحمر من فوق الوش، لان اوريدي كل حاجة مستوية وسوينا البصل كويس والفراخ استوت كويس، فمحتاجين بس ان هي تاخد لون فوق الوش. دي كده بعد ما خرجت من تحت الشواية شكلها تحفة وطعمها احلى وخفيفة جدا، وكمان حاطين فيها خضار وحاطين في الرز خضار. وطبعا تقدروا تستبدلوا اي نوع خضار هنا مش متوفر عندكم بانواع تانية انتوا تحبوها. ودلوقتي بقى هقولكم ازاي نعمل رز بسمتي، وازاي اضمن انه يكون مفلفل معايا ومش معجن. وكمان هقولكم مقدار المية اللي هو بيحتاجه، وايه نوع الرز البسمتي اللي يخلي الوصفة تنجح معايا. اول حاجة احنا لما بنجيب الرز لازم يكون لونه اصفر مش اللي لونه ابيض. عندي هنا بقى في حلة على النار فيها زيت، هحط 3 فصوص من المستكة وهسيبهم يدوبوا في الزيت. بعد كده هحط 3 ورقات من اللورة، وبعدين هنزل بالرز. الرز بقى دول كوبايتين من الرز البسمتي من كوباية الشاي العادي. الرز ده مغسول كويس جدا تقريبا زي 6 أو 7 مرات عشان أتخلص من اللون الأصفر بتاعه، وبعدين نقعته ربع ساعة. بعد ما اتنقع مهم قوي ان انا اصفيه كويس جدا من الميه، ما يكونش فيه ميه خالص، وبعدين انزله في الزيت واقلبه كويس. اهم العوامل اللي تخلي الرز مفلفل معاكي هو انك تقلبي الرز كويس جدا مع الماده الدهنيه سواء زيت او سمنه. فانا دلوقتي قلبت الرز مع الزيت، وكمان حطيت البسله بتاعتي وقلبتهم كمان كويس جدا لحد ما الرز يسخن كويس معايا، يعني ياخد درجه حراره عاليه، وبعدين انزل عليه بالميه المغليه.
انا حطيت كوبايتين من الرز، يبقى هحط عليه 3 كوبايات من المية. كل كوباية رز بتاخد كوباية ونص من المية. انا حطيت كوباية مية مدوبة فيها مكعب مرقة، والكوبايتين التانيين مية عادية. تقدروا طبعا تحطوا شوربة ومية، وتقدروا تحطوا 3 مية. وهحط عليهم ملح الرز، ولازم نعمل حسابنا اننا حاطين مكعب مرقة في المية. هقلب بقى المية مع الرز كده. ومهم قوي ان المية تكون مغلية والرز يكون سخن. ما ينفعش ان احنا ننزل على الرز وهو بارد، هيعجن معانا ويكسر. وما ينفعش كمان ننزل على الرز السخن بمية ساقعة. هخلي بقى الرز يغلي على نار عالية في الاول، وبعدين اول ما يتشرب المية كلها هوطي عليه خالص لحد ما يكمل تسوية. ومهم قوي في نص تسوية كده هنجيب شوكة ونقلب الرز، بس نقلبه بشوكة مش بمعلقة. في البداية كده لازم نقلب بالشوكة، بعد كده ممكن ناخد بالمعلقة عادي. ليه؟ لان الرز هيكسر معانا لو قلبناه بالمعلقة. في نص التسوية كده انا بقلب الرز عشان البخار يتوزع كويس، وعشان الحبة اللي فوق لو ما طلهمش بخار او مية فكله يطولوا التسوية. شايفين الرز مفلفل ازاي ولونه ابيض؟ انا كده قلتلك على كل الحاجات اللي تخلي الرز مفلفل معاكي. مستحيل مستحيل يعجن معاكي او يكسر لو التزمتي بالطريقة دي. دلوقتي بقى هنا الرز بعد ما خلص تسوية تماما، انا دلوقتي بقلبه بالشوكة. ودلوقتي هغرفه بقى بالمعلقة عادي. شايفينه مفلفل ازاي؟ كل حباية لوحدها. وطبعا نقدر نستبدل الرز البسمتي بالرز المصري العادي. مهم قوي ان احنا نغسل الرز المصري كويس جدا لحد ما نتخلص من كل النشا اللي فيه، وبرضه ننقعه ربع ساعة زي الرز البسمتي. وهنلتزم بنفس الخطوات اللي احنا قلناها مع الرز البسمتي. لكل كوباية رز مصري هنستخدم كوباية مية. برضو الرز المصري لازم نقلبه كويس جدا مع المادة الدهنية سواء الزيت او السمنة لحد ما درجة حرارته تبقى عالية ويسخن كويس. هننزل عليه بالمية المغلية كوباية قصاد كوباية. فلو عملنا كوبايتين رز مصري هنستخدم كوباية من المرقة وكوباية من المية. لو عجبكم الفيديو وحسيتوا انكم استفدتوا ما تنسوش تدوسوا اللايك، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.